السلام عليكم ورحمة الله. اكتشاف احتياطي طاقوي ضخم في الجزائر قد يكون الأكبر في العالم. الشركة الوطنية للطاقة سوناتراك الجزائرية اكتشفت حقلا للنفط في شمال الجزائر قد يكون الأكبر في العالم. هذا الحقل سيكون من أكبر الحقول البترولية في العالم، ويتم الآن إجراء بحوث حول تقديرات احتياطاته النفطية. هذا الحقل برمائي يوجد في منطقة عين الزهور بولاية سكيكدا، حيث أن جزءا منه يوجد في البر والجزء الآخر في البحر. كما أن الحقل النفطي المكتشف فيه طبقة للغاز وطبقة للبترول. الاكتشاف تتنافس عليه 3 شركات كبرى من أجل الاكتشاف والاستغلال، وهي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وبتروفاك البريطانية. ومن المرتقب أن تعلن الشركة الوطنية للطاقة سوناتراك الجزائرية عن هذا الاكتشاف خلال الأيام القادمة بعدما تنتهي عملية حصر كمية النفط. وشهر أوت الماضي أعلنت شركة سوناتراك اكتشافا نفطيا بمنطقة السبع بولاية أدرار. وسبق للشركة أن أعلنت منذ مطلع سنة 2022 عن 4 اكتشافات ضخمة للنفط والغاز بمواقع عدة جنوب الجزائر، بينها اكتشافان للغاز اعتمدا على مجهودها الخاص.